علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. والملك بالنسبه لنا خط احمر، والثوابت المغربيه خط احمر، ومن يمس للملك فهذه نهايه القول وفصل الكلام معه. ما يمكنش نزيدوا معاه حتى دقيقه. خديجه الراجي من يستفيد من خلاف المسألة اكي بروفيت لو كريم. قلتها اختي خديجه. مخزنيه حره يا مغاربه توحيد الجهود تركز على العدو الحقيقي، لكن شي واحد ما عندوش توحيد الجهود، خصو يريح حفله. عبد الرحمن محسن سوبر اوتو الاختي. دونك هو قيل اسعد الشرعيه والتحق. لا، ربما انا كنقول بانه ربما لا يختار المصطلحات المناسبه من اجل انه للتعبير ربما على شي موضوع ربما يخون التعبير في بعض المصطلحات. على اي انا غندخلو هنايا باش نحاكموا واحد شويه، واي سؤال هنا غنحاول نقرا الاخوان. الله يجازيك بخير اخويا بلاك دين. وانا عايز نشوفوا اسعد هنا. السلام عليكم. اهلين حبيبي، كيف حالك؟ الله، كيف الحال؟ حيا الله يا دكتور، مرحبا، كيف حالك؟ عندنا مشاكل اصاحبي، درتي لنا مشاكل، ما خليتينا نرتاحوا، ما خليتينا نسافروا، ما خليتينا هذا. اصبحت انت حتى التعرف اليك جريمه يعاقب عليه القانون المغربي. شبهه الله يحفظك يا اخي، الله يبارك فيك. سامحني لا تاخرت والله عليك شوف، شويه. لا ماشي مشكله. شوف احنا في اطار الشفافيه اخي اسعد. نعم. احنا ما كنا بداك الشيء اللي كنت كنقولوا انا وياك يعني في الهاتف، يعني كنا كنقولوا هنايا، يعني كانت نقاشات انا وانت، وكانت عندي تعقيبات اجا. لا، في ذاك التغريده ديال السياره، التغريده باش يضحكوا الاخوان شويه، ذاك التغريده على ذاك السياره. دابا شنو انا باش شفت ذاك التغريده؟ انا والله ما شفتها. صيفط لي اسعد الشرعي كيقول لي دعم لي تويتر، هذا حسابي الجديد على تويتر، قم بالدعم. كندخل كنلقى الكوارث. قلت له انا اش غندعم فيك انا وانت داير هذه الفضيحه هذه. وقلت له والله الا بالاوديو، قلت له هذه المسائل ان الملك جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره له رمزيه قويه عند المغاربه، له يعني مكانه في الداخل في الوجدان المغاربه، في القلب ديال المغاربه، يعني تربطهم واحد العلاقه ديال الحب وطيده. يعني في سيدنا الله ينصرو شفاه الله وعافاه، حتى يعلن على واحد العمليه جراحيه ديالو ولا تحس بان هناك يعني ازمه في المغرب، ازمه عاطفيه، والكل يسال على صحه صاحب الجلاله الملك محمد السادس. لذلك دائما نقول بان صياغه مجموعه من المواقف، لانك دائما نقول ان اسعد الشرعي كان في بيئه يمنيه، نشا في بيئه عربيه، انتقل الى بيئه غربيه. ليس مطلوبا منه ان يكون مغربيا اكثر من المغاربه، او ان يستوعب البيئه السياسيه والاجتماعيه والدينيه للمغاربه. ليس مطالب بداك الشيء، لكن قلت ان مطالب منه ان يستوعب البنيه السلوكيه للمغاربه والمواضيع الحساسه التي تثيرهم، خاصه في رموزهم وفي توابتهم. وقلت له بانه غير مطلوب منك ان تغير مواقفك في مجموعه من الامور، وهو لا يغير مواقفه. له موقف من التطبيع كما لا مجموعه من المغاربه لهم موقف من التطبيع، له موقف من السياسه الخارجيه للمغرب كما مجموعه من المغاربه لهم موقف، له ربما موقف مع الاختيارات كما هو موقف مجموعه من المغاربه. لكن نقول كما يقول الفرنسيه لار الا مانيير. انا قلت لك جلاله الملك محمد السادس اخي اسعد، وهنا باش نختم باش نعطيك الكلمه، يعني حتى مثلا انا مثلا يعني له سياسه اليد الممدوده ويقول لك فتح الحدود. انا شخصيا اقول انا ضد فتح الحدود لمجموعه من الاعتبارات الاستراتيجيه والامنيه والحاليه والتراكمات الواقعه في الداخل الجزائري، لكن التعبير عليها يكون بطريقه تليق ولا حتى تقرب او ولا تنتقد المؤسسه الملكيه او الشخص سيدنا الله ينصره، رغم ان لنا مواقف تقدر تكون انه مختلفه. فهذا ربما كان العتاب ديال الاخوه المغاربه على اخونا اسعد الشرعي. تفضل اخي اسعد. يا 700 مرحبا بالدكتور عبد الحق الصنايبي، اهلا وسهلا بصديق ام حسن وابو حسن والبلارج والصخره شوف نسيون الناس كلهم الان، نسيون الناس ابو حسن وام حسن وطالع النازلين في اسعد الشرعي. دعني اولا احييك تحيه خاصه كصديق واخ، ومن ناحيه اعتذر منك شخصيا ومن كل الاخوه الذين يعني
مورس عليهم، ما أدري أسميها ضغوط، أنا أعتقد أنك فوق أن يضغط عنكم فقط لأنكم أصدقائي ولأنكم أصحابي نالكم من السب والتخوين ما نالكم. أعتذر منك، أعتذر من الدكتور منار السليمي، من عبد الواحد، من أبو مهدي، من أم مهدي، من جميع الدكاترة والأحباب. لا نريد إذا ذكرنا القائمة ستطول، سامحونا يا جماعة إن كانت معرفتكم بي سببت لكم حرج. أنا أعتقد يا دكتور، وأنا كنت الآن في لايف والله يمتد ل7 ساعات، أنا الآن داخل لك وأنا في الرمق الأخير، يعني 4 ساعات وأنا في لايف. طلعوا أصحاب اسطوانة السيارة هذه وأجبت على كل الأسئلة. وجدت يا أخي أنه المسألة ما استخلصتها أنه أنا لم أسيء لا لملك ولا لقيادة ولا لشيء، ربما صياغة التغريدة كما قلت لك فيها نوع من الاستفزاز، وهذا هو طابع شخصي بالنسبة لي، لكن لم يكن هناك الملك حاضرا أبدا يعني في تغريدتي، ولا لو أن الصورة موجودة فيها الملك. لكن أنا على الصعيد الشخصي بينت لإخواني المغاربة أن الملك أعرف قدره جيدا. عندي أنا كشخص أنا يعني من المحبين له، أنا لست كارها لهذا ملككم، أحبه وأحبه وأعتبره فيه خير كثير جدا، وأضع نصب عيني حساسية العلاقة بينكم وبين الملك. هذا الكلام أنا أدركته جيدا من أول يوم دخلت فيه إلى المغرب. الذين أثاروا الزوبعة، إذا سألتك الآن يا دكتور وأنت دكتور متمكن، من الذي استفاد من هذه الزوبعة؟ من؟ لو سألتكم كلكم من المستفيد؟ الآن كانت الدولة الجزائرية مرتبكة من رأسها، من رأس البلد إلى عند طبيب بيطري دومير، مرتبكة بسبب أم حسن، إرباك هائل بسبب القنبلة الذي فجرها هذا الدكتور الذي أمامكم، الدكتور الصنايبي. فجأة نسوا الناس تلك الأمور، ونسوا الصحراء الشرقية، ونسوا أم حسن، ونسوا أبو حسن، وأثرنا موضوع سيارة وما سيارة وأسعد الشرعي إذن الأمر، أنا من وجهة نظري ربما أختلف مع الدكتور، الأمر ليس له علاقة بالملك أبدا، ولا بالملكية، ولا بالسيادة. الكل يعرفني، المغاربة يعرفوني، أنا لا يمكن أن أكون لئيما أني قبل أن أدخل إلى البلاد أقول أنا في حمى الملك محمد السادس ثم أسيء إليه. عيب. أنا لست ذلك الناكر أو ذلك، أنا لست حفيظ دراجي كما أقول للأخوة دائما، أنا لست ذلك النوع، والملك له قدره وله مكانته عندي ونحترم خصوصيته معكم. لكن الموضوع أكبر من ذلك. أنا أعترف واعترفت للدكتور الصنايبي بأن صياغة التغريدة في تويتر يعني الذي جعلته يحجم ألا يدعم الحساب لا نوعا والله ما. أنا لم أدعمه ولم أشاركه، أنا كتعرفني الصراحة. شوف، لا حتى نكونوا منطقيين طيب. أخي أسعد، أنا وأنت عندنا مجموعة من الملفات التي نختلف فيها. طيب. لكن أنا قلت لكن أنا قلت بأن المنصة ديال أسعد الشرعي كانت مناسبة لنا فعلا. معلوماتنا والبحث، نحن من بحثنا بين تراب المخازن، وقرأنا مئات الكتب والكتب، وبحثنا في تاريخ جغرافيا الجزائر. لكن فعلا كانت المنصة مؤهلة ومناسبة لتمرير المواقف المغربية للداخل الجزائري. وكذلك كنا نتمنى أن تكون بالعكس، أنها منصة لنقل وجهة النظر الجزائرية نحو المغرب. وقلنا بأن هذه المنصة ممكن أن تبقى على الحياد وتبقى على نفس المسافة من المغاربة والجزائريين. وطرحنا هذا الطلب عليكم أنتم شخصيا، وقلنا حاولوا، ليس الآن أسعد، لأن منذ سنتين وأنا وأنت نحاول تنظيم مناظرة مع الجزائري ولم نتوفق. من سنتين، أولا على الكلوب هاوس، وثانيا هنا على اليوتيوب، وللآن لا زالت الدعوة قائمة. لكن نقول أن العلاقة ديالنا مع أخ أسعد الشرعي ليست علاقة ذاتية، نحن نناقش مواضيع، نحن نناقش ملفات. هو لا نعرف أسعد أين يعيش ولا ماذا يأكل ولا ماذا يريد، ليست لنا علاقات يعني يوميا نلتقي ونتحدث. جميع محادثاتنا كانت محادثات موضوعية، نناقش مواضيع، نناقش مواقف، نناقش مستجدات، نناقش الوضع في الجزائر، الوضع في المغرب. هذه هي طبيعة النقاشات. ونقول له بأنه كما قلت لك مرة سابقة وأقول لك حاليا، يجب أن دائما يبقى أسعد الشرعي على الحياد